السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفينو والعيش الكايزر الاقتصادي بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. مكوناته متاحة وموجودة في كل بيت بشوية، هما كل الموضوع شوية دقيق وشوية مية وخلاص، والموضوع انتهى. وهنعمل مع بعض احلى عيش فينو واحلى عيش كايزر للاطفال، بينفع الاطفال جدا في المدارس. والعيش الكايزر طبعا كلنا عارفين بيتعمل بايه، سندوتشات البرجر الفراخ او برجر اللحمه. كل الفيديوهات دي انا عملتها معاكم على القناه، هتلاقوها عندكم موجوده. بصوا بقى منظر رغيف العيش عامل ازاي، هش جدا، عامل زي القطنه ما شاء الله عليه، تحفه جدا. تعالوا بقى نشوف هنحتاج ايه وهنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معايا ده نص كيلو دقيق منخول كويس جدا، ومعايا معلقه كده كبيره هرميه خميره، ومعلقتين اتنين كبار سكر، ونص معلقه صغيره كده ملح، وكمان معايا معلقه صغيره بيكنج باودر، انا بستخدم بيكنج باودر كيك شيف دريم احسن انواع، وكمان معايا ربع كوبايه زيت. حطيت بقى الملح والسكر والخميره والزيت على الدقيق اللي انا نخلته كويس جدا تمام. وبقلب كده كويس جدا، وابتدي ان انا اعجن بميه دافيه. ليه بقى ميه دافيه؟ لان الميه الدافيه مناسبه جدا عشان خاطر الخميره، لان انا لو عجنت العجينه ديت بميه سخنه، الميه السخنه هتموت لي الخميره. فلو الخميره ماتت خلاص الموضوع انتهى، يبقى العجينه مش هتنفع معايا. فانسب حاجه مناسبه للخميره ان انا اعجن بميه دافيه. وعلى حسب بقى نوع الدقيق، على حسب نسبة السوائل بتاعتكم، لان في نوع دقيق بيحتاج سوائل كتير، وفي نوع دقيق بيحتاج سوائل قليلة تمام. انا هنا احتاجت في النص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق يحتاج معايا كوبايه ونص ميه دافيه. انا اول حاجه حطيت كوبايه ميه دافيه كامله، بس طبعا حطيتها بالتدريج. وتاني حاجه زي ما انتم شايفين كده حطيت نص كوبايه ميه دافيه. واهم حاجه وانا بلم العجينه كده وانا بعجن احط الميه بالتدريج عشان خاطر العجينه ما تلزقش مني مره واحده وتبوظ مني تمام. فانا ابتدي احط الميه بالتدريج واحده واحده، احط الميه والم زي ما انتم شايفين كده. خلاص لميت العجينه خلاص، واحتاجت معايا ميه كوبايه ونص ميه دافيه على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير. انا بقى انا خدت العجينه نزلتها على الرخامه وتاني اعجنها كويس بقى، واديها بوكسات كده محترمه، اعجن فيها كويس زي ما انتم شايفين كده. عشان خاطر العيش الفينو ده ينجح معايا لازم العجينه تتعجن كويس جدا جدا لحد ما تبقى ناعمه معايا وطريه. اعجنها مثلا لحد 10 دقايق كده ولا حاجه، او 12 دقيقه مثلا. لو حد عنده عجان خلاص ماشي، ما عندوش يبقى اعجن بايدي. خلاص بسيبها بقى تخمر بقى ساعه كامله. انا بغطي العجين ببطانيه تقيله عشان خاطر يخمر معايا بسرعه. البوكس بقى عشان خاطر نديها بوكس كده في وشها على طول عشان نعرف انها خبرت كويس. ببتدي ان بقى اقطع العجينه زي ما انتم شايفين كده، الحجم اللي انتم بتحبوه. انا بحب اعمل العيش الفينو يكون صغنون كده، بيبقى حجمه على قد كف ايدي كده او اكبر حاجه بسيطه. اللي حابب يعمل العيش الفينو اللي هو الرغيف الكبير قوي ده يكبر التقطيعه شويه، مش حابب خلاص. اول حاجه معاكم انا هعمل العيش الكايزر. باخد حته عجينه كده ببطاطا زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا المها كده زي السره من الدنانير كده، واعملها كده على الرخامه بلفها كده كويس. واكون محضره معايا بقى هنا صاج مدهون زيت تمام عشان خاطر العيش ما يلزقش في قلب الصاج. وبططها كده زي ما انتم شايفين، وراعي برضو اللي هي لسه هتخمر تاني ساعه. زي ما قلت لكم بعد ما بخلص تقطيع وعمايل العيش الفينو والعيش الكايزر بسيبها تخمر تاني. في الصيف بخليها تخمر ساعة، اما احنا عشان خاطر في الشتاء بنسيبها تخمر ساعتين او اقل حاجة ساعة ونص، لان عشان خاطر تاخد النفخة الطبيعية بتاع العيش الفينو تمام. عملت كمان واحدة تانية من الكايزر وانا بحطها في الصاج. اهم حاجة اسيب مسافات كويسة جدا ما بين الواحدة والتانية عشان خاطر لما تخمر تاني تمام. نبتدي بقى نعمل العيش الفينو زي ما انتم شايفين كده. بفرده يكون مثلا معايا نشابه ان انا اسهل على نفسي، او بايدي الحاجه اللي انتوا حابين استخدموها واللي بتريحكم خلاص تمام. بفردها كده زي ما انتم شايفين. انا بحب اعمل العيش الفينو يكون صغنن شويه، اللي حابب يعمله حجمه كبير تمام. انا عملت معايا 20 رغيف، عملت 6 كايزر والباقي عملته عيش فينو تمام. طبعا انتوا عارفين بقى الكايزر بيتعمل للبرجر وكده. زي ما انتم شايفين كده بتن اقفل بقى الطراطيف بتاعتها الاخرانيه دي عشان خاطر لما تيجي تخمر تاني وتدخل الفرن ما تفكش مني تمام. وبططها كده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا احطها في قلب الصاج المدهون زيت. ما انساش يا جماعه عشان خاطر العيش الفينو ما يلزقش في قلب الصاج. وافردها كده كويس وبططها كويس جدا. انا عايزاكم بس تركزوا في حجم الرغيف عشان خاطر لما نسيبها تخمر ساعه
هتشوفوا حجمها الضعيف ازاي. ده رغيف تاني زي ما انتم شايفين اهو، يا رب بس يكون الفيديو موضح كل حاجه. برولها كده زي ما انتم شايفين بايدي، زي ما انتم شايفين كده اهو. واجي بقى على اخر الطراطيف بقى كده واعملها كده بايدي، اقرصها كده العجينتين في بعض عشان خاطر لما تخمر تاني وتدخل الفرن، عشان خاطر العجينه فيها بيكنج باودر وخميره، فبالتالي هتتنفخ معايا لما تدخل الفرن ولما تخمر تاني برضو. ليه بقى الحركه دي؟ عشان خاطر لما تيجي تخمر تاني وتدخل الفرن ما تفكش مني. واهم حاجه برضو وانا بحط الرغيف الفينو جنب التاني، اسيب مسافات كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر ما يلزقش في بعضه ويستوي كويس جدا. ده بقى حجم الرغيف قبل ما يخمر تاني. تمام، ركزوا في شكله عامل ازاي. ده بقى بعد ما خمر تاني، انا سبته يخمر ساعتين اتنين زي ما انتم شايفين كده. وده الكميه التانية برضو سبته يخمر ساعتين اتنين. تمام، واكون بقى مولعه الفرن على درجه حراره عاليه للفرن الكبير ودرجه حراره متوسطه للفرن الصغير. تمام، نبتدي بقى ان احنا نجهز بقى الحاجه اللي ندهن بقى وش الرغيف. انا معايا هنا 3 معالق ميه، معايا نص معلقه صغيره جدا من القهوه او الكوفي ميكس او النسكافيه، او مثلا ممكن ادهن وشه باللبن او بالبيض مدهون بفانيليا او خل. تمام، مش حابين كل ده ممكن معلقتين ميه ومعلقه سكر ومعلقه زيت. تمام، انا حطيت 3 معالق ميه، نص معلقه صغيره قهوه ومعلقه صغيره زيت، وقلبتهم كويس جدا جدا مع بعض. وابتدي ان انا ادهن وشه بيه. ليه بقى؟ عشان خاطر السمسم يمسك على وش الرغيف ووشه كمان يحمر. تمام، مش حابين ده خلاص، حابين تمام. وبحط السمسم على الوش زي ما انتم شايفين كده، بولع من تحت بس، بيدخل فرن ساخن، ولع من تحت بس من 10 دقايق لحد 13 دقيقة او ربع ساعة على حسب الفرن بتاعكم. واخر دقيقتين بولع من فوق الشواية. تمام، عشان خاطر وشه يحمر. دي ربع كوباية مية على معلقة كده كبيرة زيت. اول ما يطلع من الفرن بحط ميه على زيت كده زي ما انتم شايفين، ورش رشه بسيطه خالص. اخلي بالي عشان خاطر العيش ما يعجنش معايا. 3 4 معالق ميه كده ارشهم على الوش واغطيها 10 دقايق عشان خاطر الرغيف يبقى ايه، طري وكويس معايا. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. حجم الرغيف ما شاء الله عليه جميل جدا، وشايفين شكله عامل ازاي. ممكن بقى في الوقت بعد ما العيش ايه يبرد حاجه بسيطه كده، احطه في اكياس واحطه في قلب الفريزر واطلعه على قبل السندوتشات كده بايه ب10 دقايق كده ولا حاجه عشان خاطر يبقى حلو معايا. بصوا ما شاء الله عليه جميل وهش كده وطري، سفنجة، عبارة عن سفنجة. جميل جدا، والاطفال هتحبوا على فكرة، وجربوه اكيد هيعجبكم. يلا بقى، سلام عليكم، باي باي.